كنت فين يا بيه لحد دلوقتي؟ جرى يا ساره، انت عامله لي كمين في بيتي؟ كنت مع الهانم مش كده؟ هانم مين؟ ما هي هانم الغزالي اللي كنت هتموت نفسك مخصوص علشانها، وهي طبعا كتر الف خيرها تلاقيها عالجتك بايديها. وانت كمان عرفتي اسمها؟ انا عن نفسي ما قلتش حاجه. اه ما هو باين. خش جوه يا عمي واقفل على نفسك وسد ودانك وسيبهولي هنا علشان اتناقش معاه براحتي. الله يكون في عونك يا ابني. امال بس بعد الجواز هتعمل فيك ايه؟ عاجبك كده تصغريني قدام ابويا؟ هو مش انت اللي كذبت عليا وقلت لي عندها 70 سنه؟ اعمل لك ايه؟ ما انت مجنونه وبتغيري عليا من الهوا. قابلتها تاني ليه؟ مفيش. كانت عايزه تكافئني على اللي عملته معاها. تكافئك؟ تكافئك يعني ايه ان شاء الله؟ لا انت فهمتي ايه؟ اوعي تفهمي غلط. كانت عايزه تكافئني بالفلوس. يعني عايزه تشتريك بفلوسها. لا ما هو انا رفضت اخد منها الفلوس. وقلت لها ان انا مستحيل اخد تمن جدعنتي معاها. شفت؟ اهو يعني انت عايز تبين لها انك جدع وشهم علشان تتعلق بيك اكتر. يا دين النبي، هو ولا كده عاجب ولا كده عاجب. انت كنت معايا لغايه دلوقتي؟ لا طبعا. كنت شغال على عربيه. ماشي 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 يا عيسى. انا ايه بقى؟ انا هعمل نفسي عبيطه وهصدقك، بس تحلف لي دلوقتي حالا انك مش هتشوفها تاني. انساها خالص. خالص، بدل ما اخبطك على نافوخك خبطه افقدك الذاكره واخليك تنساها بالعافيه. حاضر. ولو انها كانت جايبه لي شغلانه كويسه. فين؟ محاسب في الشركه بتاعتها. ايوه طبعا، علشان تفضل لازالك ليل ونهار. هو انت ما قلتلهاش انك خاطب؟ قلت لها. تبقى حلويت في عينيها اكتر وعايزه تخطفك مني. خلاص يا ساره، ولا هشتغل معاها ولا هشتغل مع غيرها، وهفضل بقيت عمري شغال سواق على العربيه. ايوه كده، شاطر. تفضل سواق على العربيه بكرامتك لحد ما ربنا يرزقك بشغلانه محترمه. محترمه بعيده عنها. عيسى عيسى، تصبح على خير. الو حبيبي. اوعى يا عم تكون زعلان مني. بيني وبينك كده بعد ما رجعت من القعده معاك اتضايقت من نفسي قوي، ولقيت انك كان عندك حق انك تصمم تاخد كل فلوسك مره واحده. عشان كده انا بقى صرفت المبلغ كله. ويلا بقى قابلني بكره في نفس المكان، تديني ال3 شيكات واديك الفلوس على طول. بقول لك ايه، هي مش الشيكات لسه معاك؟ اوعى تكون ضاعت منك. احسن انا اللي اجيب لك كلبشات على مقاسك. الو الو. انا يما انا يما مش شد حيلك امال. دي ما كانتش حته فازه جت في نافوخك. انا مش فاهم بس ايه اللي حصل. ولا حاجة. واحدة أحضر مع مريم تصوير خناقة زوجية من اللي بتستخدمهم في الماجستير بتاعها. انا اول مره اشوف واحده بتعمل ماجستير في الخناقات الزوجيه في سنه اولى جواز. يلا لف. كل دي حقنة؟ بتشبه عليها؟ مش دي بتاعت رشدي أباظة؟ ايوه بتاعت رشدي أباظة اللي اداها لبنى عبد العزيز لما شربت مامات الحصان. بتاع بونو. انت جبتها منين دي؟ زنفل التمرج بتاع رشدي أباظة في الفيلم.
ركب معايا سنة 76 في خط بين السرايات. أنا بصراحة حبيت أكرمه وما رضيتش آخد منه التذكرة. هو طلع آخر مجدعه وقال لي خد السرنجة دي عشان تفتكرني بيها. يا عم افتكروا بعيد عنا الله يخليك، انا لا يمكن احط البتاعه دي في جسمي. ليه؟ هو أنت هتيجي أجدع من لبنى عبد العزيز؟ مش الاجزخانه بعتت سرنجه مع الدواء؟ أيوة بعتت سرنجة، بس أنا رجعتها تاني. قلت لهم أنا عندي سرنجة بغليها من سنة ونص. يلا 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 نازل بنطلون. لا يا عم منصور حرام عليك، كفايه اللي مريم بتعمله فيا. يا عم مريم ايه؟ انا مش فاهم، بس انت مستحمل مريم دي ازاي؟ انا عارف اللي يستحمل مريم يستحمل قد الحقنه دي يجي 10 مرات. دي بنت مجنونه يتفت لها بلاد. طيبه. طيبه مين؟ هي طيبه دي تقعد تلف على الخناقات في البيوت وتقول لي طيبه؟ طيبة. انا بقول لك مجنونه. طيبه. في واحده طيبه تقعد تلف لي على الخناقات وتقول لي مجنونه. لا والله طيبه. بقول لك مجنونه. بقى كده. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت نطيت ازاي في الاتوبيس وهو ماشي؟ ما انا عمال اقول لك طيبه. دخلت ازاي؟ صاحبك اداني المفاتيح، عامل فيها تعبان ومش قادر يقوم يفتح بنفسه. حرام عليك يا مريم، كل ده وتقولي عليا تعامل فيها تعبان. مين بقى دي اللي مجنونه ويتفات لها بلاد؟ البنت فتكات اللي بتبيع صوبيا على الناصي. والله ماشي يا عم منصور، حسابك معايا بعدين. يلا يا وسيم قوم، عندنا خناقه زوجيه جديده ولازم نصورها. تاني؟ هو ايه اللي تاني؟ وانا يعني هقفل الرساله بتاعتي على خناقه واحده ولا ايه؟ أنا مش فاهم بس أنتوا تعبين نفسكم ليه من اللف على البيوت وعلى خناقات الناس؟ ما تستنوا لما تتجوزوا تقعدوا تتخانقوا مع بعض وتسجلوا خناقاتكم، وهو جوحة أولى بلحم طوره. تصدق فكره برضه؟ وليكوا عليا ما تدخلش بينكم خالص، هسيبكم تقطعوا بعض لحد ما تخلصي رسالة الماجستير بتاعتك. انا جاي النهارده عشان اعتذر عن الوظيفه. ازاي؟ انت مش قلت انك محتاج شغل؟ ايوه بس خطيبتك مش عايزاك تشتغل معايا. وعرفت ازاي؟ عادي يعني عايزة، شيء متوقع. لما تعرف انك هتشتغل مع واحدة ست لازم تغير عليك. مش عايز حضرتك تزعلي مني. انا زعلانة عليك، انت كده خسرت كتير. انا اصلي كنت ناوية اعتمد عليك في كل الشغل واكبرك معايا بسرعة. مش عارف اقول لك ايه بصراحه. قول لها هي لو بتحبك بجد مش هتقف قدام طموحك ولا هتخليك تضيع فرصة زي دي. وبعدين يا اخي انت مش بتقولي انها بتحبك؟ يبقى لازم تكون واثقة فيك. صباح الخير. صباح النور. أنا مش هعطلكم يعني. دي الميزانية ممكن تقريها ونتكلم بعد الاجتماع. اوكي. خليك يا استاذ علاء، انا ماشي بعد اذنكم. اتفضل. ايه يا علاء؟ صباح الخير يا بابا. صباح النور يا حبيبتي. بابا وليد قافل على نفسه الأوضة من ساعة ما قابل رانيا آخر مرة. حتى الشغل ما بيروحوش. أنا عارف. ده ولا أكل ولا شرب ولا حتى بينام. فهموا إن رانيا ما سابتوش، هي بس مأجلة الجواز. ما تحاولي أنت كده تنكشيه وتتكلمي معاه. مش عايز يتكلم معايا. جايز يتكلم معاك أنت. ما أنت عارفة أخوكي كتوم طول عمره ومش سهل إن هو يفتح قلبه. ده حتى لو غلط واتكلم معايا في موضوع يخصه ما بيكملوش. طب أقول لك إيه، ما تحاولي كده تاني وتالت تكلمي معاه، وفي نفس الوقت لازم تتكلمي مع رانيا وتحاولي تقولي لها خليكي لطيفة معاه، يمكن ده يروق حاله شوية. أكيد هكلمها، بس على الله هي كمان تسمع الكلام. هتسمع. متأكد ان احنا بالعرض ده ممكن نكسب المناقصة؟ طبعا. الكلام ده من جوه الوزارة. حلو. خلاص قدم العرض من بكرة. ماشي. هو صحيح الواد اللي اسمه عيسى صح؟ هو كان بيعمل إيه هنا؟ جاي يقول لي انه مش هيقدر يشتغل معانا. انت عرضت عليه انه يشتغل معانا؟ قلت اجيب لك حد يساعدك. بس ما طلبتش مساعدة. من غير ما تطلب. الشغل المرة دي كتير، مش هتقدر عليه لوحدك. وانا فجأة صعبت عليكي كده.
ولا انت جايباها عشان يفضل قدامك كده وتفضلي تشوفيه؟ هو انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ عشان افوقك. كل ده عشان عايزه اعين موظف في شركتي؟ ما هو الواد ده بالذات من ساعه ما فهمك ان هو انقذ حياتك وهو شاغل بالك. هو ما فهمنيش، هو انقذ حياتي فعلا. واد جدع. وبعدين انا ما سالتكش عن رايك فيه. يا ست الحق على انها خايف عليكي. من عيسى؟ ومن اي حد زيه هيبقى طمعان فيك ومش هيفكر غير في الفلوس اللي هياخدها منك. انا عندي حاجات كتير قوي غير الفلوس اللي انت مش شايف غيرها. وبعدين انت بنفسك اديته فلوس وهو رفض. ما هو كان بيكمل التمثيليه بتاعته بتاعت الواد الشهم عشان يملى دماغك. انا حره في دماغي، املاها بالطريقه اللي تعجبني. ونصيحه مني بقى، ركز في شغلك وبس، وما تحاولش تشغل بالك بيا وانا بفكر في ايه. خصوصا بقى وان انت ما ينفعش تشغل دماغك غير بمراتك اللي هي اختي. داليا، انت جيتي امتى؟ حالا. بس ما كنتش عارفه ان انت جيت. يا حبيبي مش هتعشى؟ لا مش جعان. انا عارفه ايه اللي تعبك، بتفكر ازاي تبلغني مش كده؟ ابلغك بايه بالظبط؟ ان الوجع اللي في ظهري بسبب الورم اللي شلناه من سنه، وافتكرنا انه مش راجع تاني خلاص. انت مين قالك الكلام ده؟ عشان انا رحت للدكتور من وراك، ما قدرتش استنى لما تيجي تتشجع وتصارحني. سلام حبيبتي، أنا عارف إن ده ابتلاء من ربنا، بس مش هسيبك تعديه لوحدك. هنعديه مع بعض زي ما عدينا اللي قبليه. على فكرة أنا عمري ما خفت من الموت زي دلوقتي، عشان عرفت أنت بتحبني قد إيه. خفي إن شاء الله، هتبقي زي الفل. هتسافري وتتعالجي وهترجعي أحسن من الأول إن شاء الله. بس هتجيب الفلوس دي كلها منين يا شريف؟ ما تقلقيش من الفلوس خالص، هتصرف. طب ويارا هنعمل فيها إيه؟ هنسيبها عند ماما لحد ما نرجع من السفر. خلي بالك منها والنبي يا شريف، دي ملهاش حد غيرك. حبيبتي هنخلي بالنا منها مع بعض إن شاء الله. هفكرك كده كمان 15 سنة وأنتي بتجوزيها، نفرح بيها مع بعض. تفتكر؟ إن شاء الله. قول يا عيسى، انت قلت في المحضر انك شفت البلطجيه كويس وعارف شكلهم، مش كده؟ مظبوط. طيب ما تعرفتش على اي حد منهم في الطابور بتاع المشبوهين؟ لا الحقيقه الطابور ما كانش في حد منهم. العربيه مواصفاتها ايه؟ كانت لونها زيتي و 4x4. طيب ما لحقتش تاخد الرقم بتاعها؟ لا الحقيقه مش فاكر. مش فاكر ازاي؟ مش انت يا ابني قلت لي ان العربيه دي كانت اتراك من اول ما مها الغزالي ركبت معاك؟ ايوه بس انا كنت مركز على وش السواق واللي جنبه، ما ركزتش في نمر العربيه خالص. طيب انت ليه ما عملتش محضر بعد الحادثه؟ مدام مها الغزالي قالت ان هي هتبلغ. قالت انها هتبلغ، ها؟ بص يا عيسى، انت المفروض ان انت اتضربت وضربت في المشكله دي، المفروض انك بقيت طرف اساسي فيها، فالمفروض كان انت اللي تبلغ. ما كنتش فاضي، كنت بلف بالعربيه. كنت بتلف بالعربيه بتعمل ايه بقى؟ بتجر الشكل للناس؟ لا بلف على اكل عيشي، وبصراحه ما كانش ينفع اشوف واحده ست بتضرب واقفه اتفرج عليها. طب انت ايه رايك بقى ان مفيش اي دليل انها انضربت؟
وممكن تكون انت وهي عاملين الفيلم ده عشان تلبسوه قضيه. هو مين؟ ابن جوزها. ايه مش عارفه؟ لا ما اعرفوش، وما بقفلمش مع حد، وقلت كل اللي شفته في محضر الاسم. ماشي يا عيسى، خليك جاهز بقى عشان ممكن المحكمه تستدعيك للشهاده في اي وقت. سيادتك تأمرني بحاجه تاني؟ امضي على اقوالك. بقول لك يا عم تسيبني شويه كده الله يخليك. ازاي ده حصل؟ ايش عم شاكر؟ عم مين بقى؟ ده انت اللي عم و60 عم. ده زي ما يكون اتعمل عشانك بالظبط. انا اسفه والله، انا كنت بجربه بس مش اكتر. لا اسفه على ايه؟ المحل كله بتاعك وتحت رجليك، بس انت اللي مش عايزه تفهمي. انا هغيره حالا. لا تغيري ليه؟ الفستان حلو عليك وعاجبني على فكره. خديه واعتبريه مني ليكي هديه، ومش هخصم ثمنه من مرتبك. لا معلش، انا ما اتعودتش اخد هدايا من حد. ما انا عارف بذمتك عينك هتطلع على الفستان ولا لا؟ على فكره يا سو ده وان بيس وانا جايبه مخصوص عشانك. لا شكرا، عن اذنك. هو في ايه يا عم شاكر؟ لا اصل انت اتاخرت جوه فانا قلقت عليكي بصراحه. وانت غيرت الفستان ليه؟ ايه ده؟ هو في ايه الهبل ده؟ ما يصحش كده. كان نفسي تفضلي لابسه شويه بصراحه. انا ما صدقت ان احنا بقينا لوحدنا ومحدش. ايه الهبل ده؟ اوعى. على فكره محدش في الدنيا هيقدر يسعدك قدي على فكره. ولا 100 من عينة عيسى بتاعك ده. احنا خلاص بقينا لوحدنا يا سو. انت بتاعتي يا سو. بقول لك انت بتاعتي.
ايه يا ياسر؟ ايه كمية الحرس اللي جوه الشركة وبراها دي؟ في ايه؟ زيادة أمان يا شريف، زيادة أمان. ايوه بس ده ما حصلش الا لما مخازن نعيم اتحرقت. أنت قصدك إيه؟ قصدك إن أنا اللي حرقت مخازنه ولا حاجة؟ ياسر انا عارف دماغك كويس، انت حبيت ترد له ضربة الشيكات. إيه يا شريف؟ إذا كان هو نفسه ما اتهمنيش. وده اللي مخوفك اكتر. ما اتهمكش بحاجة معناها ان هو ناوي ياخد حقه بايده. تقوم تروح تجيب كل الحرس دول عشان يحموك منه؟ هو أنت رجعت الشركة تاني عشان تحقق معايا مثلا؟ انا رجعت الشركة عشان انت كلمتني في التليفون وقلت لي انك محتاجني في الشغل. وواجبي ان انا انصحك. مشكلتك مع نعيم مش هتتحل بالشكل ده. أمال تتحل إزاي بقى يا أستاذ يا عبقري؟ تتحل بقعدة عرب بينكم انتوا الاتنين، وعندي اللي يحكم بينكم. بجد والله؟ انت بتضحك. عاوزني اللي اخده منه باليمين ارجعه له بالشمال؟ هو هيسدد لك قيمة الشيكات اللي عليه بالقسط، وانت تعوضه عن حريق المخازن. لا لا لا، انت غريب يا شريف، غريب. ياسر ما تنساش انت اللي استعجلت وشعللتها. انا ما استعجلتش يا شريف ومش ندمان، ونعيم ما يقدرش يعمل معايا اي حاجه، انت فاهم؟ اتفضل بقى. عن اذنك. ليه حاولت تقتل شاكر عرنوس؟ انا ما حاولتش اقتل حد. يا باشا عيسى مش قاتل، هو كان بيدافع عني لما شاكر اتحرش بيا، حتى صاروخ مش هيقدر ينكر. عايز اشوفه بيتهجم على خطيبتي واقف اتفرج عليه. ما حد شافه وهو بيتهجم على خطيبتك. وبعدين وجوده معاها في المحل ده شيء طبيعي لانها شغاله معاه. طبيعي ازاي يا باشا؟ ده قافل عليا بالمفتاح. حتى دي ما حدش شافها. الناس ما شافوش غير خطيبك السبع ده وهو نازل ضرب فيه. صاحب المحل اللي جنبه هو اللي بلغنا، وهو اللي ادانا عنوانك، وهو اللي قال ان انتوا ساكنين مع بعض. يعني هو طلع في الاخر بريء وانا اللي مجرم. وهتشرفنا النهارده في القسم لغايه ما تتعرض بكره على النيابه. يا لهوي نيابه؟ لا يا باشا ابوس ايدك، ده مش وش نيابه، وبعدين كده هتبقى قضيه. هي لسه هتبقى؟ ما هي قضيه اصلا. يا استاذ محمد. تمام يا باشا. خدوا على التخشيبه يلا. لا يا باشا والله العظيم كان بيدافع. يلا خدوا على التخشيبه. عيسى عيسى روحي انت. لا مش هروح طبعا واسيبك لوحدك، انا السبب في كل ده. يا ريتني سمعت كلامك وما اشتغلتش عنده. قلت لك روحي انت بدل ما تعيطي عليه. شوفي له محامي كويس يلحقه الصبح يروح معاه النيابه. عيسى ما تقلقش. حضرتك عرفت ازاي ان انا هنا؟ والدك اتصل بيا وحكى لي اللي حصل، وانا رحت المستشفى وجبت استاذ شاكر عشان يتنازل عن المحضر وتتصالحوا. انا اتنازل عن المحضر عشان خاطر عينك انت بس يا قمر. انما الفتوه بقى هتمضي على نفسك اقرار وعدم التعرض. ما هو كان بيكمل التمثيليه بتاعت الواد الشهم عشان يملى دماغك. انا حره في دماغي املاها بالطريقه اللي تعجبني. ونصيحه مني بقى، ركز في شغلك وبس، وما تحاولش تشغل بالك بيا وانا بفكر في ايه، خصوصا بقى وان انت ما ينفعش تشغل دماغك غير بمراتك اللي هي اختي. ازيك؟ الحمد لله. ما جيتيش الشغل النهارده يعني؟ مش قادره، تعبانه. عادي، عموما ما كانش فيه شغل كتير قوي النهارده. يوم عادي. ايه رأيك ننزل نتعشى سوا؟ مش قادره. طب ايه رأيك اطلب اوردر ونتعشى هنا؟ ان شاء الله حتى اجيب لك الاكل لغايه هنا على السرير. قلت ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انا بقالي شهر كل ما اقرب منك تبعدي. داليا! ما تنسيش ان انا جوزك. طمن، هي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا مش هقدر أنساها. كنت حاسه اني هشوفك تاني. انا جيت النهارده علشان اشكرك. على ايه؟
لولاكي كان زماني مرمي في السجن دلوقتي. انا عملت كده علشاني انا، مش علشانك انت. انا اديت شاكر فلوس علشان يتنازل عن المحضر. بصراحه يا عيسى ما كنتش هستحمل انك تتسجن. متشكر على مشاعرك دي يعني. ولو اني يعني عارفه ان انت متورط فيها بسبب خطيبتك، بس مش مهم، انت تهمني. يا ريت اقدر اعمل اي حاجه ارد لك بيها الجميل ده. تقدر طبعا. طب قولي لي ايه هي وانا اعملها فورا. الوظيفه اللي عرضتها عليك لسه مستنياك، ما قدرتش اجيب حد مكانك. ايوه بس مفيش بس، انت مش قلت انك جاي تشكرني؟ يبقى خلاص، هي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن تشكرني بيها. انا محتاجه لك قوي يا عايزه. في الشغل عندي حاجات كتير قوي في الشركه ومحتاجه حد زيك يعني في كفاءتك وامانتك. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. ما تقولش حاجه، فكر كويس، ويا ريت تقول لخطيبتك ان هي ما تقفش قدام مستقبلك. هحاول. هستناك من دلوقتي. بعد اذنك. باي باي. عقبال جوازنا يا حبيبتي. منصور انا بتكسف. تصدقي وتأمني بالله، لا اله الا الله. انا لو ما كنتش اعرف ان ده جواز مريم كنت قلت ان انت العروسه. يا عم منصور مش وقته الكلام ده، المأذون واقف على السلم. ما تخليه يستنى يا اخي، الدنيا طارت. كنا جمدنا قلبنا واتجوزنا معاهم وخدنا المأذون بسعر الجمله. يا منصور ما قلت لك بتكسف بقى. وبعدين معاك المأذون واقف بقاله كتير. اوه خش يا سيدي انت والمأذون بتاعك. ده انا معطله عن جوازتين غيرنا. اتفضل يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا ماما الدوشه دي، في ايه؟ مبروك يا مريم، المأذون اهو. عادي يعني، لو ما كانش جه كنا هنجيب حد تاني. امال العريس فين؟ هو مش هنا؟ اصل انا هو ايه ما تقولي؟ اوعى تكوني شربتيه حاجه نيمته عشان ما يكتبش الكتاب. لا لا مش للدرجه دي، انا بس بعته مشوار شغل كده. شغل يوم كاتب كتاب؟ ايوه انا بعته يصور لي خناقه زوجيه تاني. لا يا ماما لا، بس بقول لك ايه، الخناقه المره دي غير اي خناقه. 3 عيلات عمالين يتخانقوا مع بعض ومولعين في بعض بقالهم ساعتين، والخناقه ايه؟ هو انت متخلفه يا بنتي؟ حابه تبهدلي الراجل يوم كاتب كتابه؟ وانا هعمل له ايه يعني؟ هو حد قال له يتجوز يوم الخميس؟ ما هو يوم الخميس ده معروف ان هو يوم الجوازات والخناقات. يعني هي خناقه الليله دي بين 2 عرسان زيكم كده؟ شفتي؟ هو عم منصور فهمها وهي طايره. والله حرام عليك اللي بتعملي فيه ده. انت تسكت خالص عشان انت السبب ان انا اتجوز دلوقتي. هربت منهم. هربت من مين؟ اهل العروسه في منتخب ناشئين بتاع جمهوريه شبين كره القدم، لابسين جزم فيها استرزات من اللي بتوجع دي. عارفها دي. انها كانت حاميه قوي قوي، بس الحمد لله عرفت اصورها. بتهزر؟ توريني الصور كده؟ نعم يا اختي، هو ده كل اللي همك؟ يلا يا مولانا العريس وصل اهو. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو هيتجوز ازاي ده؟ ما هنرممه فضيلتك. بقول لك ايه؟ هما ضربوك بس؟ على ما اذكر. متأكد؟ تهيألي ليه؟ ما خدوش منك حاجة؟ عيب عليك، الورق اهو، الموبايل هناك اهو. بنطلونك فين يا وسيم؟ وانا اقول سلهوب الهوا ده جاي منين؟ ما تخلصونا بقى يا جماعة، عندي جوازتين تاني. ثانية واحدة يا مولانا. وسيم اتفضلي.
مين اللي قلبي حبيبي؟ هو انت اتجوزت مين الليله دي يعني؟ انا يا روحي. لا. اوعى تكون زعلانه عشان العلقه اللي خدتها في الخناقه اللي فاتت. فداك يا حبيبتي. طالما ده هيساعدك في الماجستير بتاعك انا مستعد ادرب لك كل يوم. عشان كده انا بحبك. بقالك كتير قوي ما قلتليش بحبك. انت تقريبا ما قلتليش بحبك خالص. وانا كنت محوشه الكلام ده كله عشان ليله دخلتنا. بتدور على مين تاني؟ شوف الصوت الحنين الناعم ده طالع منين؟ هو في يعني حد غيري معاك؟ معلش حبيبتي سوري بس اصلي طول عمرك من ساعه ما عرفتك وانتي صوتك عالي ودايما كل ما بتشوفي خلقتي بتزعقي لي وكده. مش انا قلت لك ان الليله دي غير كل الليالي؟ عندك حق. طب يلا بينا. معلش يا روحي. مريم انت قفلتي ليه؟ اصلي هغير هدومي يا حبيبي. ايوه يا حبيبتي بس انا جوزك. ما هو انا يا روحي لسه ما خدتش عليك عشان اغير هدومي قدامك. مش مشكله استنى 5 دقايق. عقبالك يا حبيبتي. والله ما انا عارفه يا ماما امتى وازاي. لما تسيبي عيسى يشتغل عند مها الغزال. اصل انتي ما شفتيهاش، دي عامله زي هند رستم في الفيلم بتاع صراع في النيل. والله العظيم لما كانت بتحاول تغري عمر الشريف. طب ومين قالك بقى ان هو هيبقى زي عمر الشريف ويدلق على دماغه؟ ليه ما يبقاش زي رشدي أباظة كده وما يعبرهاش؟ رشدي أباظة يا بنتي خليه يشتغل عندها ويحوش له قرشين يتجوزك بيهم، حتى لو كانت هي حاطه عينها عليه وعايزه تخطفه هتدوس تلاقيه يتجوزك بفلوسها. صدقني ما جاتش في بالي موضوع فلوسها ده. لكن جت في بالي انا. حرام عليكي بقى، عايزه افرح بيكي واتجوزك. قصدك عايزه تخلصي مني زي ما خلصتي من مريم؟ ومال، ما انا واخده فيكم وابد من ساعه ما خلفتكم. ماشي يا ماما، بس انا برضو يعني مش هين عليا اسيبه يشتغل عندها. طب هتعملي ايه بقى ان شاء الله في شاكر عرنوس اللي جالي النهارده وراسه 1000 سيف يقدم وصلة الامانه للنيابه؟ هو مش كان خلاص اتصالح مع عيسى وخد التعويض اللي هو عايزه؟ لا، هو اتصالح مع عيسى في القضيه اللي بينهم وبين بعض، لكن احنا لسه بيهددنا بوصلات الامانه اللي علينا. انت عارفه يعني ايه يقدم وصلات الامانه للنيابه؟ يعني ينسجن بحكم محكمه. وحشتني قوي يا حبيبي. افتح يا مريم انا شفت كل حاجه. ما تخافش، محدش هيقدر ياخدك مني. افتحي بالذوق بدل ما افتح بالعافيه. ما تقلقش ما تقلقش، انا قافله الباب بالمفتاح. سارة، كنت فين؟ كنت بتمشى شوية. طبعا، ما انت مش جاي لك نوم علشان بتفكر فيها. هي مين دي؟ الشغلانه بتاعت الهانم. بص يا سارة، سيبك من الشغلانة دي خالص طالما هتزعلنا من بعض. طب ايه رأيك بقى يا عيسى ان انا هسيبك تشتغل عندها علشان تتجوزني بفلوسها؟ بجد يا سارة؟ هو انت مالك فرحان قوي كده ليه؟ أنا فرحان عشان هتجوزك. ماشي، وطبعا هتجري دلوقتي تروح تتصل بيها وتقول لها ان انت هتبقى عندها من النجمه. لا يا شيخ، اتصل بيها ايه دلوقتي؟ الوقت اتأخر. أنا أروح لها بكرة على طول وأعمل لها مفاجأة. عيسى امشي من قدامي دلوقتي حالا. إيه في إيه؟ حالا يا عيسى. مالك؟ بسرعه بسرعه. في إيه؟ امشي. هتنفجري ولا إيه؟ امشي لقدام. طب خلاص 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 خلاص. صباحية مباركة يا عريس. ما صدقتش نفسي لما عرفت انك شغال يوم صباحيتك. وتعرف عيسى فين دلوقتي؟ أمال أنت كان قصدك إيه؟ انت مش خايف غير من ده. انا بقى عايز اخرجك منها عشان استفرد بيه. ايه؟
الهانم مش هتوافق؟ صاحبك مش عارف يلعب معايا لوحده، فبيتحمى في الستات ولا ايه؟ واضح قوي انها بتثق فيك. انت يا ريت كل الحالات ما تبقاش زيك. هو في حد بيرجع حاجه اليومين دول؟ تليفون مين ده يا ياسر؟ الست دي مقلقه جدا بالنسبه